ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدا. موضوع فيديو النهارده هيبقى عن قصة واحد من عمالقة الألعاب، تكنولوجيا وكل حاجة يعتبر تخص الجيمز بقى وأي حاجة تبع التكنولوجي في العالم. قصتنا النهارده عن شركة سوني، ازاي بدأت وازاي بقت أكبر شركة ألعاب واستوديوهاتها بقت حوالين العالم كله. حرفيا أي حتة في العالم ممكن تلاقي فيها استوديو لسوني. وقبل ما نبدأ بقى أجيب الفشار بقى أو أيا كان أنت هتاكل سناك ايه أو هتشرب ايه، ويرجع معايا بقى للتمانينات. سوني كانت في الثمانينات من اكبر الشركات اللي بتعمل تلفزيونات ومشغلات كاسيت واجهزه صوت، لكن في الوقت ده كان في اسد متربع على عرش الجيمز، كل حاجه تخصها حرفيا اسمه نينتندو. في الوقت ده شركة نينتندو حرفيا ألعابها كانت واصلة لكل بيت حرفيا في العالم، ومش محتاج أقول لكم إن شركة نينتندو هي مخترعة لعبة ماريو. ده بس هقول لكم على لعبة من لعبها، وساعتها لعبة ماريو بالنسبة لهم زمان في الثمانينات كانت واو واو حرفيا. حتى الآن خلي في علمكم يعني ماريو لسه بيتجدد لها تحديثات ودنيا تانية وبقت جرافيك تانية خالص، حاجة تانية يعني من الآخر، وستيل في ناس بتحبها. سوني كانت بتفكر تدخل السوق بس ما كانتش عندها الخبرة. يعني انت دلوقتي دي شركة تلفزيونات بقى وحاجات صوتية والكلام ده، اول مرة هتحط رجليها في مجال الجيمنج، وقدامك اكبر شركة جيمنج في العالم اللي هي نينتندو. فالاداريين في شركة سوني قرروا ان هم يستعملوا ذكائهم ويعملوا تحالف او مثلا كوبريشن مع شركة نينتندو. وبالفعل سنة 1988 التعاون ده تم فعلا. كان الهدف من التعاون ده بسيط جدا، يعملوا جهاز زي البي اس 1. معنى كده ايه؟ جهاز بيستخدم اقراص السي دي عامة علشان يشغل الالعاب بدل الكروت القديمه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. وسوني كانت مسؤوله عن تطوير وحده الصوت وتقنيه الاقراص. وبعد ما اتفقوا على ده كله بقى، الاسم بتاع المشروع ده كان نينتندو بلاي ستيشن. الجهاز في تخيلاتهم كان سابق العصر فعلا، المفروض ان هو كان بيدي رسوم اعلى وصوت اوضح وفي تقنيات كتير قوي فيه. الكلام ده كله كان بيناقشوه، لكن بقى تيجي الصدمه في سنه 1991 في مؤتمر كبير تابع لشركة نينتندو. الكل كان متحمس عشان يشوف الإعلان عن الجهاز. خلاص بقى هم اتفقوا وعملوا كل حاجة، فلازم الإعلان بقى. لكن اللي حصل كان بمثابة كابوس لشركة سوني. تخيلوا معايا المشهد ده، أعضاء شركة سوني كلهم قاعدين في أول صف في المسرح اللي هيتعرض عليه الجهاز الجديد اللي تعبوا فيه حرفيا. فجأة كده أعضاء شركة نينتندو يطلعوا على المسرح ويقولوا بصوت عالي: احنا دخلنا شراكة جديدة. يعني ايه؟ اعلن ان في شركة جديدة هيتعاونوا معاها، والشركة دي كانت فيليب. اللي مش فاهم اللي حصل بالبلدي كده، نينتندو قالت لسوني امك في العش ولا طارت، وراحت رميها من الاخر ومسكت في فيليبس. ولو ملاحظين الكلام ده كله كان قدام العالم كله لايف. سوني اتغدر بيها علنا، خيانة اقتصادية مش بس احرجتهم، يعني حرفيا اسهم سوني ساعتها كانت في الارض بسبب الموضوع ده. ده كان كفيل انه يدمر اي علاقة بين الشركتين للابد. وفي الوقت ده شركة سوني كانت منهارة حرفيا، لكن زي ما انتم عارفين شركة سوني لا تكل ولا تموت. حرفيا عملت لهم ريمونتادا يعني جامدة قوي. نكمل القصة بتاعتنا. بعد المؤتمر الناس كلها كانت فاكرة ان شركة سوني خلاص كده انتهت، كل حاجة ليها راحت. بس اللي ما توقعوش الناس ان سوني قررت تكمل المشروع لوحدها. نفس المهندسين اللي اشتغلوا على الجهاز بدأوا يصمموا أول بلاي ستيشن بدون نينتندو. حرفيا شركة سوني في الوقت ده كانت شغالة على أحر من الجمر. ده كله ليه؟ علشان تنتقم من شركة نينتندو. وفي عام 1994 في اليابان صحيت على حدث غير طبيعي: إطلاق أول جهاز سوني بلاي ستيشن في التاريخ، اللي هو محبوب الملايين. أول سنة من إطلاق جهاز بلاي ستيشن يا جماعة اتباع منه 2 مليون. وكانت الألعاب عليه مختلفة عن أي حاجة شافها الناس قبل كده: جرافيك عالي، أصوات واقعية، قصص تشدك. وحرفيا جهاز بلاي ستيشن 1 كان البداية لأعظم ألعاب دلوقتي، ومن الألعاب دي كانت ريزيدنت ايفل ومورتال كومبات. ده غير في قائمة طويلة قوي بس أنا ناسيهم الصراحة، بس دولت أشهر اسمين كانوا ساعتها بالنسبة لي. وطبعا محدش ينسى أعظم لعبة في التاريخ ساعتها، بيبسي مان. حرفيا أنا أي حد كان عنده بي اس 1 كان لازم يبقى عنده بيبسي مان.
مان، ما تسألش ليه، هو ده. بيبسي مان كانت يعتبر العلامة التجارية بتاعت البي اس 1 بالنسبة لنا. بعد النجاح الساحق اللي عملته سوني، شركة نينتندو سويتش اكتشفت ان هي كانت اغبى شركة في العالم ساعتها. ومش عايز اقول لكم على حجم الألم اللي سوني اديته لنينتندو سويتش بعد المبيعات بتاعت بي اس 1 دي. ونكمل قصتنا بقى مع بداية الألفينات. سوني طلعت جهاز غير قواعد اللعب تماما. الجهاز اللي باع اكتر من 155 مليون وحدة، بلاي ستيشن 2. حرفيا ده رقم حتى اليوم مفيش اي جهاز في العالم قدر ان هو يتخطاه. البي اس 2 حرفيا يا جماعه من افضل الاجهزه اللي اتباعت في شركه سوني ان لم يكن الافضل، لانه نقل الجرافيك لجرافيك ال 3 دي. ساعتها الجرافيك ده بالنسبه لهم يعني ساعتها كان واو، كان واو. يعني عندكم العاب اتشهرت بسبب البي اس 2 اصلا، كان لعبه جود اوف وور، جي تي اي سان اندريس. انتوا متخيلين الالعاب دي بالذات لسه بتتلعب لغايه النهارده؟ يعني انا اعرف ناس لغايه النهارده بتحب تلعب على العاب جود اوف وور 1 و 2 واللي هو الاجزاء الثانيه من جود اوف وور على اجهزه البي اس 2 القديمه. انتوا متخيلين؟ وطبعا مش عايز اكلمكم على جي تي اي، يعني مش محتاج ان انا اتكلم على جي تي اي. وده طبعا كان تاني اكبر الم ان لم يكن الاكبر من البي اس 1 بالنسبه لنينتندو. ومش محتاج اتكلم عن نينتندو بعد كده لان هي راحت خلاص، راحت من غير رجوع. ويعدي فتره بقى ونخش سنه 2006، ويعتبر دي السنه الجوهريه اللي غيرت الجرافيك نهائي في الالعاب. السنه دي كان مصدر 3 اجهزه يعتبر شرسين جدا، جهاز الاكس بوكس 360 والنينتندو وي. وشركه سوني دخلت بقى السباق ده ببلاي ستيشن 3. حرفيا الجهاز ده قلب موازين الجرافيك 180 درجه. بس كان من اكبر عيوبه ان هو سعره كان عالي قوي ساعتها. مع ذلك سوني كملت الحرب وطلعت منها منتصره. يعني حرفيا البي اس 3 حط على الاكس بوكس 360 والنينتندو وي. ومش محتاج اقول لكم على الالعاب العظيمه اللي كانت في البي اس 3 زي مثلا جود اوف 4 3 وانشارتد وميتل جير سوليد 4 وجي تي اي 5. يا لهوي يا جماعه، ايام جامده. وانا بالنسبه لي لو الجهاز ده قدامي بسعر حلو هجيبه، يعني هجيبه، لان في مكتبه العاب ضخمه جدا 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 محدش هيتصورها. والجهاز ده ساعتها باع 117 مليون وحده بالسعر العالي اللي انتوا شفتوه ده. ونخش بقى على سنه 2013 والدنيا بقى اتطورت بطريقه مش عاديه، ودخل في السباق البي اس 4. مش محتاج اتكلم على البي اس 4 ان هو يعتبر العلامه المميزه لسوني حاليا وزمان ودلوقتي وفي اي وقت، لانه نقل الجرافيك للمره الثالثه او الرابعه مش عارف لحته ثالثه خالص. والسوفت وير بتاع البي اس 4 يا جماعه مفيش احلى والذ من كده. ده غير الالعاب، مكتبه الالعاب الرهيبه والالعاب اللي اصدرت بسبب البي اس 4 ده يا جماعه. عندكم جود اوف وور، سبايدر مان، جوست اوف تسوشيما، كل الالعاب دي. ولسه في العاب تانية بتصدر وبتبقى نازله للبي اس 4. يعني حتى اليوم الدعم موجود على البي اس 4، انتوا متخيلين؟ والبي اس 4 معانا باع 117 مليون نسخه ولسه بيتباع، يعني لسه بيتباع حتى اليوم. وعايز اعدل على حاجه، البي اس 3 باع 87 مليون نسخه بس. ومع نهايه 2020 جالنا الملك اللي لسه مستمر حتى اليوم، بي اس 5. جالنا بتقنيات متطوره بالنسبه للبلاي ستيشن زي الاس اس دي والدول سينس. الدول سينس ده بالنسبه لنا انا كنت فاكره ان هو هيخلي الحياه واقعيه بقى وهحس بكل حاجه، والتلج بقى هبقى حاسس بالتلج في ايدي. هو مش كده بس يعني بيحاولوا يخلوه كده. من اشهر العاب البي اس 5 حتى الان جود اوف وور راجناروك وسبايدر مان مايلز موراليس. وتخيل الامبراطوريه دي كلها اتبنت من افكار بسيطه جدا. في سنه 1991 بقت اكبر شركه العاب في العالم. دي كانت قصه سوني الكامله. يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ولو عايز قصص حاجات تانية يا ريت تبعتلي في الكومنتات، هرد على كل الكومنتات. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب. يلا بيس.